تقول صاحبة القصة: أنا نبأ من الغرب الجزائري، مواليد 1977. الأم تاعي فلسطينية والأب من الغرب. تزوجوا زواج تقليدي وتولدت بيناتهم قصة حب بزاف شابة ما شاء الله. جابوا 3 أولاد، واحد مر واحد، وزوج بنات كانوا من ذوي البشرة السمراء كما الأب تاعي، وداين حاجة من الأم تاعي اللي كانت ما شاء الله آية في الجمال، ماشي مبالغة وإنما حقيقة. قررت الأم تاعي تحبس، خلاص ما تزيدش. ما كان الحال، حبست خدمتها، كانت معلمة في الابتدائي وقعدت تربيهم في الدار. أما بابا كان طبيب تاع قلب. المهم قعدت في الدار، الأب يخدم وكلش مليح، المستوى المادي عادي، حالنا حال بزاف أسر في هذيك الفترة. بعدها يما قعدت عامين مور خاوتي ورفضت الحمل، غلطة لأنه ما كانت حابة تزيد، وتقبلت عادي لأنه عائلتنا هذيك العائلة المتدينة القريبة من الله سبحانه وتعالى، دايما راضيين بقضائه وقدره وكلش مليح. قعدت 2 شهر وراح لها البيبي، غاضها بزاف مع أنه كان عندها الولاد ما شاء الله. بعدها جاتها كي الحرنة باش تزيد، ولا تحاول تحمل والو، حتى فاتو 5 سنين. كي كانت غادي تقطع الأمل خلاص، رفضت الحمل، وكانت فرحانة والدنيا ماشي واسعتها، وتمنات تزيد بنت تشبه لها، لأنه قاع ولادها بدون استثناء يشبهوا للأب، ولا واحد يشبه لها. فاتوا 9 شهور، ولدت وسلكت على خير، وجابت 2 بنات توأم ما شاء الله. سماتنا في هذيك الدقيقة لأنه ما كانش متوقعة 2 بنات. أنا نبأ، واختي الأصغر مني ب3 دقايق سبأ. كانت فرحانة ميتة بينا هي والأب. والشي اللي فرحها بزاف واللي خلاني اليوم نحكي القصة، أني أنا زدت ذات بشرة سمراء، وأختي نسخة طبق الأصل على الأم، ما كناش توأم حقيقي. كبرنا ووالدينا ما كانوش يفرقوا بيناتنا، بصح المجتمع ولا فامي كان عندهم رأي آخر. كانت أختي شابة ما شاء الله، ولو كان زادت بياضت غير شوية تشعل الضوء. الشعر صفر مسبسب يلمع، والعين الزرقاء، وعندها واحدة العقلية تاع الأب تاعي، عقلة بزاف وتحشم، وكي تحشم تولي حمرة طوماطيشة. كنت أنا وياها صغار وما كناش نشوفوا هذا الفرق، بصح منين رجعنا نخرج ونلعبوا برا ولو كامل يفضلوها ويحبوا يلعبوا معها غير هي. كانت مميزة، كانت هي البجعة وانا البطة السوداء. اختي ما لقيتي لمن تشبهي. كنت عصبية لأبعد حد، ولساني حار بعيدا على شكلي. يعني هاد الصفات كي يجتمعوا في طفلة راكم عارفين النتيجة. كبرنا ودخلنا نقراو سنة أولى، هي راسها خفيف وترفد تمتم ما شاء الله، وأنا ما نجي نرفد ديك المعلومة حتى يشي براسي. كان كاين بزاف مقارنة بيني وبين أختي، هي أدواتها نظاف مرتبة، وأنا كنت يا لطيف الكراس ناكلهم من الحاشية، ماشي تعبير مجازي، لا كنت ناكل الدفاتر والطباشير، وشعري حرش سدرة عكس خاوتي قاع. كانت المعلمة تتمغزز عليا ودايما تحشمني وأنا نسكت، بصح أختي تخبر والدية ويروحوا يهضروا مع المعلمة. كانوا عندها بزاف صحابات، كاع الناس تبغيها، هضرتها موزونة عاقلة شابة. وهذا الحاجة كنت وين ما نكبر تزير لي قلبي. الولاد اللي يقراو معانا حتى وحنا صغار يموتوا عليها، يا سبحان الله، تقول أميرة. واحد الخطرة كانت كاينة عرضة عند لافامي تاع بابا، لبست لنا يما كيف رحنا. منين وصلت قابلتني هذه عمتي كان عندها بنتها قدنا، وكانت عمتي تكره ماما كره كبير.